اللي في الصوره دي اسمها سماح، صاحبه اغرب قضيه حصلت في المنوفيه، واحسن وصف لجريمه سماح هو الموت البطيء. الحلقه دي من اهم ملفات البحث الجنائي والطب الشرعي. 2019 عنتر شاب عنده 33 سنه وعايش في المنوفيه، وهو شغال صنايعي رخام، وكل الناس اللي حوالين عنتر دايما بيوصفوه بان هو جدع جدا وراجل جدا. ومن 11 سنه اتعرف على سماح واتجوزوا وخلفوا 3 اطفال، طفل منهم توفى نتيجه لمرض كان بيعاني منه. عنتر كان متعود يخلص شغله ويرجع على البيت علشان ياكل، وبعدها يعدي على والدته الحاجه شربات اللي كانت شغاله في القطاع الطبي. وعنتر كان له صديق اسمه مسعد، وهو كان قريب لعنتر جدا، وكان مسعد بيجي لعنتر البيت كتير، وبسبب دخوله البيت للاسف بقى يقرب من سماح، وبدل ما سماح ترفض العلاقه دي بالعكس وافقت عليها. ولان عنتر كان عارف ان مسعد صديقه القريب ليه، فما كانش عنده اي مانع من وجود مسعد في البيت باستمرار، فكان دايما مسعد يعدي عليه علشان يشربوا مع بعض حاجه في البيت بالليل. لكن سماح كانت بتدور على طريقه ازاي تخلي مسعد يجي لها البيت حتى لو عنتر مش موجود. فبدات اول فكره شيطانيه عند سماح ادعت ان عليها عمل سحر، وان مسعد عنده قدرات وهبات ربانيه بتساعده على انه يخلص الانسان من اعمال السحر. والحقيقه ان عنتر اقتنع بالكلام، ومش بس عنتر، دي العيله كلها اقتنعت ان مسعد عنده قدرات قويه جدا، وانه يقدر يعمل جلسات علاج بالقران، وانه يعالج الناس من السحر. لكن والده عنتر كانت دايما بتقول له انها مش مطمنه لمسعد، وبدات سماح تستنى مسعد في البيت بعلم عنتر علشان يجي يعمل لها جلسات العلاج بالقران. وكان احيانا بيكون في حد من العيله موجود لكنه ما بيكونش مركز معاهم قوي. لكن سماح ومسعد ما اكتفوش لحد كده، ولانهم خافوا ان موضوع جلسات العلاج دي ممكن تتكشف، فبداوا يفكروا في فكره ثانيه. مسعد كان عنده صديق شغال في القطاع الطبي، فطلب منه ان هو يديله منوم، وقال لسماح ان هو هيجي بالليل عادي مع عنتر زي ما كان بيجي الاول، واول ما يوصلوا البيت تقوم تعمل لهم مشروب، واول ما هي بتجيب المشروب مسعد بيحط فيه المنوم وعنتر يشرب وينام، وبعدها بيقضوا اليوم مع بعض عادي. وبيكون ساعتها الاهل عارفين ان عنتر موجود في بيته وان مسعد صاحبه موجود معاه. بس لو فاكر ان هو ده الفجر، لا لسه الفجر جاي. سماح ومسعد قرروا ان هم هيتخلصوا من عنتر خالص، لكنهم كانوا بيفكروا بطريقه صعبه حد يكتشفها. واللي ساعدهم ان هم يفكروا كده ان طول فتره العلاقه اللي بين مسعد وبين سماح ما كانش فيه اي حد شاكك ان في حاجه بينهم. والخطه كانت بالشكل التالي: صديق مسعد اللي شغال في القطاع الطبي اللي كان بيديله الاول نوع من انواع المنوم، مسعد طلب منه ان هو يديله نوع من انواع السموم، لكن طلب منه طريقه او نصيحه معينه ان هم يدوا السم العنتر لكن على فترات طويله، يعني يحطوا جرعه من السم قليله جدا في الاكل العنتر على اعتبار انه يموت بعد فتره طويله. وكان الهدف هنا عند مسعد وسماح ان الوفاه تبان قدام الكل انها طبيعيه. وبدات الخطه تحصل. بقى كل يوم عنتر وهو راجع من الشغل سماح تحضر له الاكل وتحط له جرعه قليله من السم زي ما هم متفقين. مر يومين على الموضوع ده لكن ما فيش اي تاثير ظهر على عنتر، وده لان تكوين الجسماني العنتر كان قوي. لحد ما مر اليوم الرابع وعنتر بدا يحس ان عنده الم في بطنه، بس وصف عنتر للالم ده كان بسيط، مجرد الم بيروح وبيرجع بشكل سريع. اليوم الخامس الالم بدا يزيد وبدا عنتر يشتكي منه اكتر، وبعد اسبوع والالم اللي عند عنتر عمال يزيد بدا يظهر على عنتر علامات الضعف ويظهر على وشه علامات الشحوب. فبدات الام تقلق عليه وتطلب منه انه يروح عند الدكتور، وهو بدا يشتكي لكل الناس القريبين منه انه دايما بيعاني من الم البطن بطريقه مستمره، لكن هو كان متخيل انها مجرد التهابات بسيطه. ولما الام كانت بتتصل بسماح علشان تطمن على عنتر بالليل كانت بتطمنها وبتقول لها انه كويس وانه نايم، وده لان سماح كانت بتحط منوم لعنتر لما بيوصل البيت، فكان بيبان قدام الناس ان شخص عنده الم في بطنه، لكن لما بيوصل البيت وبيرتاح بينام عادي. لكن بعدها بيومين عنتر قابل والدته وقال لها انه الم بطنه عمال يزيد بقوه، فوالدته اتصلت بسماح وقالت لها ان احنا لازم نروح للمستشفى علشان نطمن عليه. فوالدته بدات تحس ان سماح بتتهرب منها وبتحاول بكل الطرق ان اهل عنتر ما يكونوش موجودين حتى لو راحوا يكشفوا عند دكتور. وعلشان سماح تسكت والده عنتر من كتر السؤال خدت عنتر وكان معاهم مسعد اللي هو المفروض صديق عنتر، خدوه على دكتور مزيف تابع لمسعد. والدكتور المزيف ده فهم عنتر انه عنده شويه التهابات في المعده بسبب الميه والاكل. ولما رجعوا من عند الدكتور سماح اتصلت بوالدته علشان تطمنها، ولما سالتها على اسم الدكتور سماح توهت الكلام وما رضيتش تقول لها على اسم الدكتور. ولما اصرت والده عنتر انها تاخده على المستشفى الحكومي علشان تطمن عليه بنفسها لقت ان سماح رافضه اللي هي بتقوله، وبتقول لها انها خلاص راحت عند الدكتور وما تقلقيش وان عنتر هيكون كويس. وبعد ما رجعوا البيت مسعد كان محضر اكله سمك لعنتر، بس كان حاطط له فيها كميه اكبر من السم، وعنتر كل اكله السمك كامله ونام. وبعدها بيومين عنتر جاله اعياء شديد جدا ونقلوه على المستشفى، لكن اول ما وصل المستشفى كان مات. وكان مر على تاريخ اول الم يحصل لعنتر في بطنه اكتر من 15 يوم، لكن كان الواضح قدام الناس انها وفاه طبيعيه، فطلع عادي تصريح الدفن وتم دفن جثمان عنتر. لكن اهل عنتر كانوا حاسين ان في حاجه مش طبيعيه، تحديدا ان سماح ما كانش باين عليها اي علامات تأثر وكان شكلها طبيعي جدا. وكان في صديق قريب جدا لعنتر موجود في البيت اثناء العزاء كان ملاحظ ان بنت عنتر الصغيره كانت ماسكه الموبايل بتاع والدتها، بس خد باله ان حصل غضب كبير جدا من والدتها عليها لمجرد انها مسكت الموبايل، فكان حاسس ان الموبايل ده فيه سر، فراح بلغ والده عنتر. فقالت له هي كمان انها حاسه ان سماح ورا الموضوع ده، فطلبت منه ان هو يحاول ياخد الموبايل ده ويحاول يتصرف ويفك كلمه السر علشان يعرفوا الموبايل ده فيه ايه. وفي وسط زحمه العزاء قدر ياخد الموبايل من غير ما حد ياخد باله.
واول ما فتح الموبايل كانت الصدمه بالنسبه له، لقى كميه مراسلات كتير بين سماح وبين مسعد، ولقى كل الاتفاقيات اللي اتعملت على عنتر، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيجيب حق عنتر. طلعوا مباشره على اسم الشرطه وبلغوهم باللي حصل ووروهم الموبايل، واول ما رجال الامن شافوا الموبايل طلعوا قرار بسرعه بالقبض على سماح ومسعد. وبعدها التحريات الامنيه اثبتت ان كان في علاقه غير شرعيه بين سماح ومسعد، وتم استخراج جثه عنتر وارسالها للطب الشرعي، وتقرير الطب الشرعي اثبت ان عنتر مات مسموم، واثبت كمان ان جرعات السم كانت مختلفه، وان اعضاء الجسم كانت بتتاثر خلال فترات مختلفه من الزمن نتيجه لتعرض الجسم لجرعات من السم. وتم الاثبات بالدليل ان عمليه قتل عنتر استمرت 15 يوم، وبعد التحقيقات ما خلصت اتحكم عليهم بالاعدام. بس السؤال هنا، ايه اللي يخلي انسانه عايشه مع راجل محترم بمعنى الكلمه، راجل كل اهل القريه بتشكر فيه، فهل فعلا الشهوه ممكن تخليها تعمل كده؟